حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. وحشتوني قوي يا امارات، وحشتوني بجد بجد يعني. انا عارفة ان انا مطولة عليكم في الفيديوهات ومتأخرة كتير، بس اعذروا اختكم غصب عني. كان عندي مشكلة في الراوتر بتاعي وكنت بكلم يعني الشركة وكده، وجت آم، يعني واحد من الشركة ويصلح لي المشكلة اللي كانت فيه. وبرضو كانت عندي سيليا كانت تعبانة وكده، فكانت شبطانة على طول فيا ومش عارفة اصور منها بصراحة. بس الحمد لله خفت الحمد لله يعني. وهبتدي ان شاء الله باذن الله اعمل لكم روتينات حلوة ووصفات حلوة زيكم، وهتشجعوني واشجعكم. بس فتابعوا معايا الفيديوهات او تابعوا معايا روتين النهارده، وان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم. حبيت ان انا كده اعمل روتين، هو روتين اول الاسبوع يا بنات. ان شاء الله هيبقى مشجع 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 ولذيذ زي ما هو كده ايه. عجبني يعني وحاجات النهارده هنعملها بسيطة قوي. فتابعوا معايا. طبعا صحيت كنت نايمة بس يا دوبك ساعتين. صحيت الساعة 7. حبيت ان انا اعمل كوباية شاي كده يا بنات، عشان كنت بصراحة مصدعة شوية. فمرضتش ان انا اعمل شاي بلبن، قلت لا هعمل شاي بس كده يعدل بس ايه آه، دماغي شوية يعني والصداع يروح. وحبيت ان انا اجيب عيش فينو واحط فيه قشطة. وبعد كده عندي الحلاوة زي ما انتوا شايفين كده، هحط ايه عليه الحلاوة ويبقى سندوتشين كده ساكالانس. طبعا انا بحب جدا الفينو مع الحلاوة والقشطة، ولو في مربى بيبقى تحفة يا بنات. بيبقى بصوا يعني بجد بجد بيعدلك كده مزاجك شوية وبيحسنك من المود. ف بصراحة يعني انا بحب قوي الساندوتش ده. بس انا كان ما عنديش يعني متوفر مربى، فعادي يعني ما وقفتش وكملت وعملت السندوتشين. وبس فطرت وفطرت برضو معايا سيلة، بس طبعا ما فطرتهاش من الفطار ده، لا انا بعمل لها سيرلاك. وبس فطرتها يعني وفطرنا. وبعد كده ابتديت ان انا اشوف ايه اللي انا مفروض ان انا اعمله في يومي. طبعا دخلت على البلكونة. كانت عندي متبهدلة قوي قوي. كان بقالي كتير يعني ما عملتهاش وكده، فكان فيها كمية تراب يا بنات مش طبيعي. بس حطيت طبعا في الجردة المية وكرول ومعطر ارضيات، وابتديت ان انا اغسل الزرع زي ما انتوا شايفين كده. وادلق مية كتير بقى ونشفت الارضية، وحتى الترابزين برضو غسلته بالمقشة كده. بمسك المية اللي فيها الرابسو دي وفيها الكرول وكده، وبقوم ايه غسلة الترابزين يعني كويس. بس فرشتها وحطيت فيها الحاجة تاني، رجعتها مكانها. وكان عندي غسيل، فحبيت ان انا اديله دورة غسيل. انا يا بنات بحط الغسالة فيها الغسيل وكده، وبديها دورة غسيل اللي هو ساعة ساعة وتلت حاجة زي كده يعني. بس وبعملها على درجة حرارة 50 و وعصري 800 متهيألي، وكوباية رابسو عندي يعني. بس وبحط فيها معطر برضو في الحته بتاعه المعطر. ما تكتريش رابسو، لان كتر الرابسو بيبوظ لك الغساله من جوه وما بينضفش الغسيل. والله يا بنات عن تجربه بجد، يعني مش بينضف فعلا الغسيل. لا انتي لما تقللي الرابسو اولا بتحافظي على الغساله بتاعتك، وثانيا انتي ايه برضو الرابسو مش بتهدريه. بس والحاجة برضو بتنضف يا بنات وبتبقى ريحتها حلوة يعني. يعني انا غطا المعطر ده لما بحطه بيدي ريحة جامدة جدا للغسيل. بس طبعا ايه سبت الغسالة كده تغسل، وقلت اما ايه ادخل على المراوح. طبعا الجو بصوا يا بنات حر بطريقة مش طبيعية. فالمراوح يا عيني كتر خيرها والله، بتشتغل ليل ونهار. فعلا احنا ما بنفصلهاش خالص. فحبيت ان انا كده ايه اروق عليها، لاني كانت
لما تراب كتير قوي، فحبيت ان انا اغسلها غسلة كده كويسة. فحاولت معاها ان انا افك الريش بتاعتها، والحمد لله اتفكوا. ودخلت بقى اديت لها شاور كده محترم، غسلتها غسلة يعني نظيفة بس، وشغلتها بعد كده. والله يا بنات لو اقولكوا جايبة هوا احسن بكتير ما كانت فيه. يعني كان فعلا التراب متقلها ومخليها مش جايبة هوا، ومش مساعدة نفسها برضو. فلما غسلتها غسلة نظيفة وفكتها كده وطبعا بعد كده ركبتها ونشفتها، فادت هوا يعني شوية طبعا احسن من الاول. ف يعني اللي هو ساعدي مروحتك بايديك انتي، لان فعلا انتي ما تجيش تقولي اصل الجو حر والمروحه شغاله وهي مش بتعمل حاجه. ما هي ممكن تكون فيها تراب فمتقلها مش قادره ان هي تجيبلك شويه هوا. فبس اتشجعي مني كده وقومي امسكي مروحتينك او ايا كان بقى عندك تكييف، ربنا يزيدك يعني من نعيمه. فنضفيه واقعدي كده في نظافه ورواقه. بس زي ما انا بوريكم كده، طبعا غسلت برضو الحتة بتاعت الموتور دي ونضفتها كلها، وابتديت ان انا اركبها تاني واحدة واحدة. انا عندي الريش بتاعتها مش عارفة ليه بتقفش يا بنات. يعني انا عشان اطلعها الريش دي حطيت لها حتة زيت كده من ورا ومن قدام، علشان خاطر بس ان انا اعرف ان انا افكها. وبرضو تعذبت جدا عشان تتفك، ما اتفكتش والله معايا بسهولة. بس المهم ان انا قعدت احاول ان انا عشان خاطر انا في دماغي ان انا عايزه اعمل الحاجه دي، فحاولت كتير قوي علشان اطلعها. بس وطلعت يعني وركبتها تاني وبس كده. ف ادينا هو زي ما انا بوريكم ركبتها. وطبعا عملت نفس الكلام في التانية اختها يعني. بس كان عندي طبعا الغسيل خلص، فحبيت ان انا انشره معاكم وتشوفوه. وعايزين كده واحنا بننشر ندردش مع بعض كده شوية، زي ما انا قلت لكم ان احنا صحاب، مش انتوا فانز او ناس متابعين بتتابعني وبس. لا، انتوا اخوات وربنا يعلم بكده. فحبيت ان احنا ندردش مع بعض ونتكلم كده على الامهات، وقد ايه فعلا هم يعني غاليين قوي قوي، لان فعلا بيعملوا حاجات والله العظيم بجد يستحقوا كده. وربنا يخلي كل ام بجد شايله بيتها، لان هي فعلا مسؤوليه كبيره قوي قوي. انا ما كنتش عارفه ان المسؤوليه بصراحه كبيره كده. بس الحمد لله طبعا انا برضو قد المسؤوليه. وان شاء الله هعمل لبنتي المستحيل برضو زي ما امي عملت معايا يعني. بس والله فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات مش من فراغ فعلا. يعني بجد كل أم ربنا يخليلك ولادك ويخليكي ليهم. ودايما كده يا ربي بيتك مفتوح بحس باباهم وبيكي. بس بجد عايزة اتكلم كتير قوي كلام على كل الأمهات، لأن فعلا فعلا والله بيتعبوا. يعني بجد انا عارفة ان انتي بتبقي وقتك كله مشغول ببيتك واهتمامك بالاولاد. اذا كان انتي معاكي ولد بنوتة اتنين تلاتة اربعة، ربنا يحفظ كل اولادنا يا رب. ففعلا بجد مسؤولية كبيرة. يعني انا عارفة ان انا دلوقتي معايا سيليا. يعني انا هطبق لكم المثال عليا انا معايا سيليا. انا والله يا بنات واحدة معايا ومجنناني بجد يعني. ربنا يخليها وتجنني اكتر واكتر. بس فعلا ما فيش وقت مخصص ليا، فاهمين؟ يعني كل وقتي ليها. ودي حاجة طبعا انا مفرحاني، مش هقول لكم ان انا متضايقة ولا حاجة من كده، لا طبعا. لا يعني انا وقتي كله لتاليا وفرحانة، مش متضايقة. فانا عارفة لو مثلا معايا 3 ولا 4 الموضوع هيبقى بالنسبة لي برضو عادي، ووقت هيبقى ليهم كله. بس برضو بتيجي وقت كده عليكي انتي بتلاقي نفسك ان انتي مفيش وقت ليكي. طب انا نفسي مثلا اعمل كذا، طب انا عايزة اعمل الحاجة الفلانية.
طب انا مثلا نفسي اخرج، يعني ما فيهاش حاجة لما مثلا رجالة اللي هي، يعني لو سامح عندك ان مثلا ان انتوا تخرجوا في الاسبوع مثلا مرة او في الشهر مرة، تخصصوا لنفسكم ان انتوا مثلا خروجة، او مثلا تروحوا عند حد مثلا تغيروا جو. الكلام ده كله بيحسن على فكرة من نفسيتك قوي، من نفسية الامهات بالذات يا بنات. عارفين ليه بقول الامهات بالخصوص؟ يعني علشان الام بتدي كل طاقتها لاولادها ولبيتها. فعشان كده بقول مثلا عادي لما انت ممكن تبقي مثلا وقت ما انت متضايقة ومخنوقة، ممكن تنزلي تتمشي انت وجوزك شوية. ممكن تروحوا مثلا تعملوها فسحة مثلا، وتروحي جنينة تقعدي انت والاولاد شوية. ممكن مثلا انت واخواتك لو ربنا كرمك مثلا ببنات وولاد اخواتك، مثلا ممكن تتجمعي عند مامتك او تروحي في حتة مثلا وتخرجوا مع بعض. برضو ده بيحسن من ايه، من نفسيتكم مع بعض. وبرضو ايه بتدردشي معاها دي شوية ودي شوية، فعشان كده ايه بتحسني يعني من مودك. بس وحبيت ان انا بس اكلمكم في النقطة دي، لان ايه آم، يعني ما تسيبيش نفسك لان انتي يجيلك اكتئاب او حاجة من دي يعني. بس وكان عندي طبعا الغدا، كنت عاملاه كريب بطاطس، وكان تحفة يا بنات، وكنت مدياله كده وش. وبس كده يبقى روتيني خلص، ودمتم في رعاية الله، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة ووصفات حلوة زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.